دكتورة صغير فاطمة، رئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة. نتواجد الآن برواق جهة الرباط سلا القنيطرة، في هذا الرواق الذي نعرض فيه المؤهلات الفلاحية للجهة وأهم السلاسل الفلاحية سواء كانت حيوانية أو نباتية، وكذلك الأوراش والمشاريع الكبرى المندرجة يعني المنجزة أو في طور الإنجاز في إطار المخطط الجهوي للفلاحة اللي يعنى باستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. كذلك نتوفر على رواق المنتوجات المجالية، نعرض فيه سلاسل ثلاث للمنتوجات المجالية من كسكس وعسل والنباتات الطبية والعطرية. إضافة إلى ذلك هناك فضاء للفلاحة البيولوجية، الفلاحة الصامدة والمستدامة التي تصب في حماية البيئة والطبيعة. وعلى سبيل المثال نسرد الخضروات والفواكه الحمراء والحوامض والأشجار المثمرة كالزيتون وأشجار الخروب ومنتوجات من الصنف الحيواني أو ذات أصل حيواني من دجاج المزرعة والبيض. بالإضافة إلى قطب الجهات نشارك في قطب المنتوجات المجالية ب40 تنظيم مهني ينشط في مجال المنتجات المجالية ويعرض ما هو أحسن وأجود في هذه السلسلة من كسكس ونباتات طبية وعطرية. أما فيما يخص قطب المواشي نتواجد بقوة حيث نعرض 43 رأس بقر من السلالات الحليبية من صنف الهولشتاين والمونبليارد، وكذلك 16 رأس بقر من السلالة المحلية الأصيلة سلالة شقراء والماس زعير، والتي تعتبر من أهم السلالات المغربية والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني للحفاظ والحماية، لأنها هي سلالة مزدوجة لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء وتتميز بنكهة موادها سواء مادة السمن أو لحومها الحمراء ذات النكهة الجيدة حيث تتغذى على النباتات الطبية والعطرية المتواجدة في هضاب والماس. إضافة إلى هذه الأقطاب الثلاثة شاركنا في الندوات والمحاضرات المنظمة على هامش هذه الدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة. علاوة على ذلك قمنا بالتنظيم اللوجستيكي لزيارة لميدان المعرض الدولي للفلاحة لما يناهز 2500 فلاح وفلاحة من جهة الرباط سلا القنيطرة لاستكشاف ما سجد في قطاع الفلاحة من مؤهلات فلاحية، من سلاسل فلاحية نباتية أو حيوانية، وكذلك المعدات والأدوات الفلاحية، علاوة على الفلاحة الرقمية وهو الجديد في هذه الدورة، حيث قامت وزارة الفلاحة بمعية مندوبية ديال تنظيم الملتقى قطب خاص بالفلاحة الرقمية. والجديد في هذه الدورة هناك شعار نحو إنتاج نظم فلاحية تسعى للصمود والاستدامة. قمنا كآلية التي تصب في هذا الشعار بعرض الفلاحة المستدامة التي هي في جهة الرباط سلا القنيطرة من فلاحة بيولوجية، كذلك سلالة والماس زعير التي كما قلت سلالة محلية صامدة في وجه التغيرات المناخية والتي لا تتطلب الكثير في الكلأ والعلف من أجل الإنتاج والتكاثر. بالإضافة إلى ذلك هناك آلية البذر المباشر، هي آلية للحفاظ على التربة وخصبة التربة، وهي آلية نشجع عليها في إطار البرنامج الوطني للبذر المباشر بتوسيع المساحات المخصصة لهذا النوع من البذر للحبوب في منطقة الخميسات إقليم الخميسات وكذلك سيدي قاسم، لأن هذا البرنامج هو برنامج صامد في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب. عزيز المغاري، رئيس قسم التنمية الفلاحية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
تعتبر جهة الرباط القنيطرة من أهم جهات المملكة التي توفر على مؤهلات طبيعية جد مهمة من أجل الاستثمار. فنذكر من بينها وفرة المياه السطحية أو الجوفية، رغم هذه السنوات الأخيرة اللي كتعرف واحد شوية الإجهاد المائي. نتمنى من الله باش السنوات المقبلة رجعوا الأمور ترجع للنصابة وربي يرحمنا بالشتاء. كذلك جهة معروفة بالتربة والمناخ الملائمين لجميع سلاسل الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني. فالجهة كما كتعرفوا فهي مشهورة بالحوامض، بالزراعة السكرية، بالأرز، كذلك بالخضروات، وكذلك بالنسبة للإنتاج الحيواني كالحليب والتسمين وأيضا العسل. فالجهة ديالنا كذلك تعرف مشاريع كبيرة اللي غادي تكون قاطرة ديال جلب الاستثمارات. نذكر من بينها مشروع ديال توسعة المنطقة الجنوب الشرقية على مساحة 30,000 هكتار، وهذا المشروع اللي غادي يكون بالشراكة مع القطاع الخاص اللي غادي يمكن من توسعة ديال المساحة المسقية على صعيد سهل الغرب. كذلك الجهة بصدد التنسيق مع جميع الشركاء من أجل إنشاء قطب فلاحي. هذا القطب الفلاحي هو فضاء نموذجي لتثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية وتحسين الجودة.